ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هوريكم ازاي برتب المكتب بتاعي للدراسه، وازاي بعمل حاجات لتنظيم الوقت ولترتيب المكتب وكمان لتزيين المكتب. كمان هنعمل مع بعض اكتر من فكره وهنجدد حاجات على المكتب، وهيكون المكتب شكله حلو جدا علشان نتحفز للسنه الجديده. فيلا بينا نبتدي. اول فكره هتكون منظم للاقلام والادوات اللي بتكون على المكتب. هنعمله من الورق. فاول حاجه هنحتاج ورقه 21 سم في 21 سم. هبتدي ان انا اتنيها من الجهه دي ومن الجهه دي علشان تعمل في النص زي علامه زائد كده. وبعد كده بقى هعملها من فوق كده على شكل مثلث. طبعا انا مش بعرف اشرح قوي، بس الشرح بيكون واضح اكتر في الفيديو اكتر من الكلام بكتير. وبعدين بقى هلزق الشكل اللي انا عملته ده كده، وبرده من تحت هتني الجزئية دي وبرده هلزقها. وطبعا انا بستخدم الجلو ستيك العادي، بجيبه من عند المكتبة. وبعدين هحدد النص كده، وهبتدي ان انا اتني الطرف ده كده لحد النص بالظبط، والطرف التاني برده لحد النص بالظبط. وبعدين بقى هبتدي ان انا اجمعهم مع بعض بالطريقة دي. يعني هجيب الناحية دي كده على الناحية دي، ودي هتكون اول قطعة معانا في المنظم. هلزقها طبعا الاول بالجلو. وانا بقى هعمل كذا قطعه من الشكل ده، تقدروا تستخدموا الورق الابيض كله، بس انا هستخدم ورق ملون علشان اعمل كذا قطعه من دول. واحنا هنحتاج بالظبط 6 قطع. هقص بقى بقيه الورق 21 سم برضو، بس طبعا ما ترموش الزيادات اللي بتطلع من الورق علشان اكيد هنستفيد بيها في حاجه تانية. عملت ال6 قطع وانا عملتهم الوان مختلفه، وهنثبتهم بقى مع بعض باي نوع لزق عندنا، ممكن بغير الخشب او بمسدس الشمع او بالجلو اللي هو الستيك العادي. وانا حبيت ان انا اوريكم طريقه اللزق بالجلو علشان ليها طريقه كده معينه. الجلو مش بيمسك بسرعه في الورق، يعني بيحتاج وقت شويه علشان ينشف، فممكن مع الحركه الورق يتفك مني. فعلشان كده لازم تثبتوه بالمشابك بتاعه الورق او اي دبابيس ورق عموما علشان تمسكوا الورقتين في بعض بس لحد ما الجلو ينشف يعني بشكل كامل. وهكمل برضو اللزق بالجلو بنفس الطريقة، واحط المشبك بتاع الورق علشان يلحق ان هو ينشف والورق ما يتفكش مني خالص. وفي الاخر اللزق بيكون ثابت جدا وكويس. هو مشكلته بس ان هو زي ما قلت لكم بياخد وقت علشان ينشف. مسدس الشمع بتاعه مش بياخد وقت خالص علشان ينشف، يعني الشمع بيلزق بسرعة جدا زي ما انتوا شايفين. يعني لما ما حطيتش مشبك اتفكت مني، مع ان هو اصلا بيلزق عادي. المهم حطيت مشبك بقى وسبته يعني حوالي 10 دقايق كده بس علشان ايه الورق يمسك في بعضه كويس، لان ما تنسوش ان احنا هنحط فيها برضو اقلام وادوات وكده، فمش عايزين يعني اللزق يكون ضعيف. دلوقتي بقى هنعمل القاعده. انا هحط شمع. طبعا انتوا تقدروا ان انتوا تسخنوا شمعه بالولاعه كده عادي وتحطوها، يعني مش شرط ان يكون عندكم مسدس شمع عشان تلزقوا بالشمع عموما. والقاعده عباره عن قطعه من الفوم. هثبت بقى المنظم بتاعي على القاعده وهستناه ينشف شويه، وبعد كده هبتدي ان انا اقص بقى الزوائد. كده بقى عندي منظم كامل بالقاعدة بتاعته بكل حاجة. وبجد المنظم يعني متين جدا ويستحمل حاجات كتيرة جدا، وهوريكم بقى في اخر الفيديو هننظمه ازاي. الفكرة دي هوريكم ازاي حولت المنبه بتاعي من كده لكده وبأدوات بسيطة جدا وبطريقة بسيطة، وهوريكم ازاي عملت الاشكال دي. انا هستخدم الصلصال الفوم. الصلصال الفوم ده بيكون عباره عن صلصال، بس بعد كده الشكل اللي انتوا بتعملوه فيه بينشف وبيكون خلاص الشكل بتاعكم ثابت. تقدروا بقى ان انتوا تعملوا بيه حاجات تانية كتيره جدا غير ان انتوا يعني تحطوها على المنبه. ممكن تجددوا شكل اي حاجه في المكتب حرفيا. فانا اول حاجه هعمل زي طوق كده للمنبه. فقصيت دايره اكبر من المنبه شويه، وبعدين دايره على قد المنبه، وابتدي ان انا افرغها كده من النص علشان زي ما قلت لكم يكون زي طوق كده للمنبه. وده اللي هنثبت عليه الاشكال اللي احنا هنعملها بالصلصال الفومي. بعد ما فرغت الدايره من النص هبتدي ان انا احط الدايره دي في المنبه علشان يكون كده زي ما قلت لكم ايه زي يعني طوق كده للمنبه. والمنبه بيكون ليه قاعده من تحت، فانا محتاجه ان القاعده دي تكون ثابته على المكتب. فابتدي ان انا اقص الكرتون كده من تحت لحد ما اتاكد ان خلاص بقى ثابت على المكتب. نسيب بقى المنبه كده على جنب شويه ونشوف الصلصال الفوم والاشكال اللي ممكن نعملها بيه. مبدئيا عايزه اقول لكم ان صلصال الفوم طري جدا، بس في نفس الوقت بينشف بسرعه جدا جدا، فمحتاجين ان انتوا تخلصوا الشكل بتاعكم بسرعه قبل ما ينشف. فالشكل الاول هيكون ورده. فانا عملت 5 دواير نفس الحجم وهلزقهم كده جنب بعض. يعني هي اشكال بدائيه جدا، لان انتوا اصلا مش هتلحقوا ان انتوا تفننوا في الشكل، لان زي ما قلت لكم اصلا بينشف بسرعه جدا. وبعدين بقى بالادوات اللي بتكون جايه معاه هبتدي ان انا كده اشكل شكل الورده. وبعدين هحط دوريه من النص اللي هي بتاعه الورده دي باي لون بقى طبعا تحبوه. وعملت من الورد ده كتير جدا، هو ده كان الاساس تقريبا، بس برضه حبيت ان انا اعمل كده كام شكل تانيين علشان اديكم افكار. وحابه اقول لكم ان بجد ان انتوا تدربوا لون بيه سهل جدا، لان انتوا تحطوا درجتين على بعض وتقلبوهم مش بياخد منكم وقت خالص. عملت الورده دي بس انا نسيت اصورها. يعني عملت 3 دوائر ولزقتهم في بعض، وبدات ان انا اشكلهم من فوق كده نفس شكل الدوريه.
وعملت بقى ورقة الشجر عادي يعني باللون الاخضر. وكمان عملت شكل سحاب عبارة عن 3 دواير باللون الابيض ولزقتهم كده جنب بعضهم وفردتها شوية علشان تكون السحابة كبيرة كده شوية. وحطيت عيون، بس العيون دي ما كانتش عجباني خالص فهغيرها كمان شويه لسه. حطيت ابتسامه وكمان خدود لونها بينك كيوت علشان عايزه الاشكال كده يكون شكلها كيوت. برضو عملت شكل الضفدعه عباره عن القطعه الخضراء اللي هي اللي على شكل بيضاوي دي، وحطيت برضو من فوق كده دوريتين اللي هي العيون بتاعتها والخدود بقى والابتسامه وكده. وبعدين هعمل عيون السحابه نفس عيون الضفدعه علشان عجبتني جدا. المهم بقى الطوق الكرتون اللي احنا كنا عملناه مع بعض ده انا غلفته باللون البينك، وبدات بقى ان انا اثبت الاشكال بمسدس الشمع، وده بقى الشكل النهائي للمنبه. بجد بقى شكله حلو جدا واداله تجديد كده وتغيير. دلوقتي يلا بينا نجدد لوحة التفاؤل اللي احنا عملناها مع بعض السنة اللي فاتت. لوحة التفاؤل السنة اللي فاتت انا كنت حاطة عليها اذكار الصباح والمساء، وده كان سبب ان انا احفظ اذكار الصباح والمساء، وخلاص ما بقتش محتاجة ان انا كل ما اعوز ان انا اقولهم اقرأهم من على اللوحة، لاني خلاص الحمد لله حفظتهم. فعايزة اقول لكم انتوا برضو حطوا اذكار الصباح والمساء علشان تحفظوهم وتعرفوا ان انتوا تنتظموا فيهم. دلوقتي بقى شلت كل الورق اللي كان على اللوحة، هي اصلا كانت عبارة عن سبورة قديمة، تقدروا برضو ان انتوا تعملوا على كرتونة قديمة عادي او اي حاجة. المهم لزقت الورق على اللوحه بغير الخشب، وبعدين حطيت مشابك كده لحد ما ينشف. ودلوقتي هنعمل مع بعض الويكلي بلانر. الويكلي بلانر يعني فكرته ان احنا ننظم وقتنا بالاسبوع. فبدات اول حاجه خالص ان انا اجيب ورقه وحطيت كده زي اطار باللون البينك، والاطار كان عرضه 1 سنتيمتر، قصيته من على ورق بينك، وعملت مكان للعنوان. وكمان بقيت بقى الصفحه قسمتها كده بالنص علشان اعرف ان انا يعني اكتب فيها تكون بالنص بالظبط. كتبت كلمه ويكلي بلانر اللي هو المنظم الاسبوعي، وبعدين حبرتها بقلم تحبير. ودلوقتي هلونها بالهايلايتر عادي جدا، مفيش حاجه بتوقفني لان لون الهايلايتر كان عاجبني. وبعدين بدات ان انا اعمل كده زي لمعه في الكتابه بالكوريكتور، دي بتبين كده الكتابه بارزه شويه. وقسمت بقى الورقه معايا ل8 مستطيلات كده متساويه علشان اكتب فيها ايام الاسبوع. والمستطيل الثامن كتبت فيه يعني ملاحظات، اكتب فيه الملاحظات يعني عن المهام اللي انا عايزه اعملها الاسبوع ده. المهم حطيت بقى القلوب دي، هي دي اللي انا هعلم فيها علامه صح على الحاجات اللي خلصت. وطبعا دلوقتي هنعمل في البلانر حاجه هتخلينا نعرف نستخدمه ان شاء الله لحد طول العمر، يعني مش استخدام مره واحده او هو ورقه واحده وكل اسبوع نعمل ورقه جديده، لا هوريكم دلوقتي. بدات ان انا امسح كل الخطوط اللي برصاص دي، انا بس بعمل خطوط ليا انا علشان اعرف ان انا اكتب من غير ما الكتابه تكون طالعه او نازله. وبعدين رسمت كده رسومات يعني كيوت كده يعني صغيره، مش محتاجين تكونوا بتعرفوا ترسموا علشان ترسموا الرسومات الكيوت الصغننه دي. ودلوقتي بقى هنجيب حاجه اسمها الجلاد الشفاف، ده بيتباع عند اي مكتبه، هو بيكون عباره عن لزقه شفافه، فانا بحطها على المنظم الاسبوعي بتاعي علشان اقدر ان انا اكتب وامسح من عليه. فهوريكم دلوقتي. اول حاجه بس خدت مقاس الجلاده اللي انا اقص جلاده قد ايه، وحطيت بقى كده الورقه عليها. فكره الجلاد الشفاف علشان مش كل اسبوع نجيب ورقه ونفضل ان احنا نخططها وننظمها، فممكن اصلا نكسل ان احنا ننظم خالص. فلا دي يعني خلاص انتوا ان شاء الله تستخدموها طول الترم وتقعد كمان معاكم للسنه الجايه عادي جدا. تعالوا كده بقى نجرب لو كتبنا حاجه هتتمسح من عليه ولا لا. انا كتبت دي كانها المهام اللي انا عايزه اعملها، وعلمت عليها علامه صح ان انا خلاص كده خلصتها. ودلوقتي بقى يلا نشوف هتطلع من الجلاد ولا لا. انا بحط اي كحول او كولونيا او برفان او اي حاجه، وممكن حتى ميه تطلع بالميه بسهوله على حسب برضو قوه القلم اللي انتوا بتستخدموها. بصوا رجعت كانها جديده تاني. باجي كده اول كل اسبوع اعمل مخطط كامل للشهر، وبعدين اجي في نهايه الاسبوع امسح كل اللي انا خططت له ده وابتدي في اسبوع جديد بكل سهوله. تقدروا كمان تعملوا الفكره دي على مخطط شهري او على مخطط يومي كمان، براحتكم خالص مفيش اي مشكله، وده بيكون شكلها وهنعلقها على لوحه التفاؤل كمان شويه. برضو عملت نفس الفكره بس دي تو دو ليست يوميه، يعني دي مهام انا بحاول انتظم فيها بشكل يومي. ان انا يعني انتظم في الاذكار وعلى صلاه الفجر، وان انا اعمل رياضه، انام بدري واصحى بدري، وان انا ارد على كومنتاتكم واصور لكم. فدي حاجات انا بحاول ان انا اعملها كل يوم، فيعني حابه ان هو يكون ده زي روتين كده. فيعني دي حاجه تشجعني شويه ان انا لما اخلص الحاجه اروح اعمل علامه صح فاحس بانجاز. وبرده غلفتها باللزق الشفاف ده علشان استخدمها كل يوم عادي جدا مفيش اي مشكله. وزي ما انتم شايفين بتتمسح بكل سهوله. وكتبت بقى شويه كده يعني حاجات تحفيزيه علشان احطها على لوحه التفاؤل. وكمان عملت زي جدول كده للمذاكره صغير، بس انا طبعا دلوقتي سبته فاضي لاني لسه مش عارفه يعني الانظمه بتاعه المذاكره بتاعتي هتكون عامله ازاي، لاني لسه ما بداتش.
وبعدين بقى هبتدي ان انا اثبت الحاجات دي على اللوحه بمسدس الشمع او بدبل فيس او بالجلو او بالغيره او باي حاجه انتوا عايزينها. وطبعا خدوا وقتكم خالص في ان انتوا تختاروا اماكن الحاجه. حاولوا دايما تكتبوا جمل بتاثر فيكم، يعني مثلا جمله الوقت كالسيف، انا اول لما بسمعها بحس ان فعلا لا، ان المفروض فعلا اقوم اذاكر وان الوقت فعلا مش ملكي خالص. فحاولوا تكتبوا حاجات فعلا بتاثر فيكم. كمان عملت كده قطعه ورق صغننه قوي، حطيت عليها برضو جلاد علشان اكتب اليوم بتاعي هيكون عباره عن ايه. هل النهارده مثلا ده هيكون يوم انجاز ولا يوم اجازه ولا ايه، علشان لازم تصحوا من اول اليوم تقرروا انتوا عايزين اليوم النهارده يكون شكله عامل ازاي. فكده احنا خلصنا كل الحاجات اللي على اللوحة، عملنا حاجات مفيدة بتنظم الوقت وكمان حاجات بتدينا تفاؤل وطاقة ايجابية ان احنا نذاكر. ودلوقتي بقى هنعلق اللوحة دي على الحيطة اللي فوق المكتب. الفكرة اللي بعد كده هنعمل وردة تزيين المكتب، لان لازم زي ما بنهتم بتنظيم المكتب نهتم كمان بتزيينه. فهنحتاج ورقة 9 سنتي في 9 سنتي، هبتدي ان انا اتنيها كده بالعرض للنص وبعدين اتني للربع. هي كلها تنيات عموما بس هي سهلة يعني. وبعدين اتني برضو من الناحية دي كده للربع، واتني بقى نص الورقة التاني عشان برضو يكون زي علامة بلس كده في النص، واتني للربع من فوق ومن تحت. زي ما قلت لكم انا مش بعرف اشرح قوي بالكلام، بس هي بيكون باينه اكتر يعني في الفيديو. وزي ما انتم شايفين هو بيكون عباره عن كده مربعات، يعني 4 مربعات بالطول و4 مربعات بالعرض. وهي مليانه بقى مربعات كده صغيره من جوه، بيكونوا كلهم نفس المقاس. كمان تنتها كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي علشان تعمل كده زي شكل اكس كده من النص. وهقص الخطوط دي اللي انا معلمه لكم عليها بالقلم الرصاص. وبعدين بقى هبتدي ان انا اتنيها علشان اعمل فتحة من النص، علشان دي اللي هنركب فيها العود بتاع الوردة. هوريكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين بقى فيه كده فتحة من النص، وهجيب بقى كل طرف وهبتدي ان انا اتنيه كده. وطبعا انتوا بتبقوا عارفين انتوا هتتنوا ازاي، لان اوريدي بيكون في خط متعلم لكم عند النص. فهي الورقه اصلا اخرها تتني كده، لان هي دي الحته اللي احنا قصينها. يعني انتوا لما تعملوها هتبصوا تلاقوها يعني عادي، هتعملوها سهله معاكم. ممكن يكون انتوا شايفينها معقده، بس لما تمسكوا الورقه وتعملوها هتبقى سهله جدا عادي. فبعدين هبتدي بقى ان انا اتني كل الاطراف بالشكل ده كده. وبعدين بقى هبتدي ان انا الزق كل طرف بطرف بالجلو. برضو زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا مسدس الشمع عادي جدا، بس انا بحس الجلو كده اخف في الاستخدام يعني. فانا ببتدي ان انا الزق كل طرف بطرف. وبرده زي ما قلت لكم لو هو ما ثبتش معاكم حطوا مشابك لحد ما ينشف ويثبت خالص، تاكدوا ان هو فعلا نشف. وتاكدوا ان انتوا بتلزقوا كل طرف في طرف بشكل يعني بشكل مظبوط. يعني تبصوا كده على هيئه الشكل الخارجي من بره يكون شكله مظبوط. دلوقتي بقى هشيل المشابك بعد ما نشف. وبعدين بقى بصوا بيبقى فيه كده تنيات خفيفه في الورق، انتوا اصلا هتلاحظوها. يعني ابتدوا ان انتوا امشوا مع التنيات دي كده بايديكم، بيكون فيه زي خط كده. فانتوا حدوه علشان يكون ده شكله في الاخر. شايفين الخط ده كده؟ ده اللي انا بقول لكم عليه، علشان يكون شكل الورده كانها مجسمه. فدي لازمه التنيات اللي احنا قعدنا نتنيها. شايفين بجد ادى للورده شكل مختلف ازاي. وبعدين بقى بفرشه او بقلم او باي حاجه هبتدي ان انا اتني الورق كده بتاع الورد علشان يبان شكل الورده كده طبيعي اكتر. تقدروا بقى تعملوا كذا ورده نفس اللون او تعملوا اللون الالوان اللي انتوا بتحبوها. يعني انا عملت 3 الوان، عملت الاصفر والبينك والموف. هوريكم الموف دلوقتي. ودلوقتي بقى هنعمل العود بتاع الورده اللي هو بيكون العود الاخضر ده. فانا لزقت ورقتين في بعض. الورقه دي كان عرضها 5 سنتي ونص للي عايز يعرف. ودلوقتي بقى هلفها الاول على فرشه او على قلم او اي حاجه، بس علشان الورق ياخد على الشكل الملفوف ده. وبعدين بقى هشيل الفرشه وابتدي ان انا الفه بقى بايدي عادي. الطريقه دي احسن ما انتوا تبتدوا من الصفر. يعني لما بتلفوه على الفرشه الاول خلاص شكل الورقه بيبقى متحدد ان هو ملفوف كده على بعضه، فبيكون اللف اسهل بكتير. وحاولوا على قد ما تقدروا ان هي يكون عود رفيع جدا، يعني ما يكونش عود سميك، علشان تعرفوا ان انتوا تدخلوه جوه الفتحه اللي احنا فتحناها في الورده. ولزقت كده الطرف بتاعه بمسدس الشمع، وجبت ورقه وتنيتها 2 ورسمت عليها نص ورقه شجر علشان لما افردها تكون ورقه شجر كده كامله. وبعدين بقى هبتدي ان انا اعمل كده من فوق زي قطعات كده في الورق علشان يكون سهل في اللزق. وهحط عليه شمع وهبتدي ان انا ادخله في الوردة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. فبحط عليه شمع وحطوا عليه كمية شمع كويسة علشان يلزق. وبعدين بقى هبتدي ان انا ادخله كده من فوق، وابتدي ان انا اسحبه بالراحة خالص لتحت علشان يبتدي ان هو ايه يلزق كده في الوردة من جوه.
هوريكم كده الشكل بيكون عامل ازاي كده اهو بالظبط. ودلوقتي بقى بنثبت ورقه الشجر اللي احنا قصيناها من شويه مع بعض علشان تكون الورده بتاعتنا خلاص اكتملت. وبعمل كده برده في كل الوان الورد اللي انا عملتها. وبعد كده بقى هنحطهم في فازه. انا ما كانش عندي فازه، فاخدت ازازه ميه ورد قديمه غسلتها كويس ونشفتها وقطعت الغطا بتاعها من فوق. وبعدين بقى بدأت ان انا احط فيه الورد، وانا عملته اطوال مختلفة، يعني عملت كل عود بطول مختلف علشان يكون شكلهم كده احلى. وده بقى شكلهم النهائي. دلوقتي بقى يلا بينا نشيل كل الحاجات القديمة من على المكتب ونبتدي ان احنا نرتبها بشكل احسن شوية. فبدأت طبعا اول حاجة ان انا المع المكتب، ودي كانت كل الحاجات اللي انا عايزة ارتبها مع برضو حاجات تانية قديمة يعني كانت عندي. فحطيت كده الحاجة الاول قدامي علشان اعرف انا عايزة ارتب ايه. وكمان حطيت كل المنظمات اللي انا جبتها علشان اعرف انا هنظم كل حاجة فين. دلوقتي بقى شلت كل حاجة من على المكتب، وبعدين بدأت بالمنظم اللي احنا عملناه مع بعض. وده تقريبا كان المنظم الاساسي على المكتب، لان انا حطيت فيه الاقلام الجاف اللي هي الملونة. هو خد حاجات كتيرة جدا زي ما انتوا يعني شايفين، هو فيه 6 خانات فنقدر نحط فيه 6 حاجات مختلفة. حطيت فيه كمان الالوان الفلوماستر، حطيت فيه الالوان اللي هي الجليتر دي اللي كنا بنستخدمها زمان قوي، حطيت فيه كمان المقصات، وحطيت فيه الالوان الخشب. وكان باقي قلمين هايلايتر بصراحه ما لقيت لهمش مكان، واحنا يعني مش بنستخدم اللونين دول كتير قوي، فحطيتهم برضو هنا. وبجد يا جماعه شكل المنظم في الاخر كان تحفه، وعايزه اقول لكم ان هو يعني قوي جدا ومستحمل عادي خالص. وده المنظم الاكليريك، انا جبته من محل ميك اب لان هو اصلا يعني المفروض منظم للميك اب وكده، بس انا برضو قلت ان انا عايزه انظم فيه للمكتب. فاول حاجه في الصغيره دي حطيت فيها الهايلايتر، لان هي كان فيها 9 خانات على قد ال9 اقلام اللي متبقيين بالظبط. وطبعا بقى قعدت اغير في اماكنهم علشان احط الالوان اللي انا بستخدمها اكتر تكون قدام. وده برضو القطعه التانية من المنظم، هي المفروض القطعه اللي فيها الهايلايتر دي بتتحط عليها، بس انا قلت استخدم دي لوحدها احسن عشان احط فيها الستيكي نوتس براحتي. فحطيت فيها تو دو ليست، والستيكي نوتس دول كانوا عندي من السنه اللي فاتت. وحطيت برضو الستيكي نوت الجديده دي، بس انا ما حبيتش اشيل الستيكي نوت دي من الكرتونه علشان يعني يفضل متحافظ عليها اكتر. وحطيت الفواصل بتاعه الكتب، وحطيت برضو فواصل كتب تانية باللون الفوسفوري. انا بحب بصراحه الاتنين، يعني بحب الفوسفوري او اللي هي الالوان اللي بتكون فاتحه دي، الاتنين بالنسبه لي بحبهم جدا. دلوقتي بقى السله اللي هي المعدن دي هحط فيها الاقلام الجاف اللي هي اللي ليها شكل دي، والقلم اللي هو بيكون كذا لون. وكمان حطيت الاقلام الروتو، انا بطلع قلمين ولما بيخلص يعني بحط غيرهم. وبعدين حطيت الاقلام الرصاص وكمان المساطر. وفي السبت الصغير ده حطيت كل المشابك بتاعه الورق والدبابيس بكل بقى اشكالهم وانواعهم. وبجد يا جماعه السبت ده كيوت قوي، والمشابك اللي فيه اكيد كمان. والمنظم بقى الكبير قوي ده بحط فيه الفايلات، وحطيت فيه كل الكراريس اللي انا بستخدمها، ولسه كمان لما الدراسه تدخل هملاها كراريس اكتر، هو اصلا يعني فيه مساحه كبيره. وفي العلبه الصغيره دي حطيت الاساتيك والبرايات. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا انظم المكتب بتاعي. اول حاجه حطيت العلبه دي كده على الطرف علشان ما تاخدش مساحه كبيره في النص، وحطيت بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض، وحطيت المنبه، وكمان ما تنسوش الورد للتزيين. وحطيت الشمعه دي انا كنت جايباها مخصوص من فتره علشان المكتب، بجد بحب شكلها جدا. وده كده بقى الشكل النهائي للمكتب. انا كمان ثبت فرع اضاءه بس لسه يعني هفتحه لكم دلوقتي. المهم تعالوا نراجع مع بعض احنا عملنا ايه. عملنا مع بعض الورد ده التحفه اللي زين المكتب وخلى شكله حلو جدا. كمان عملنا مع بعض المنبه ده، يعني غيرنا في شكله، وانا حطيت له الحجاره بتاعته وشغلتها. طول التصوير ما كنتش مشغلاه علشان كنت بشتغل فيه، بس دلوقتي خلاص شغلته. ودي الهايلايتر اللي احنا حطيناه، والسله اللي فيها المشابك الكيوت، والكوبايه المعدن اللي احنا حطينا فيها الاقلام، وكل الستيكي نوتس بتاعتنا اللي حطيناهم في المنظم الاكليريك الشفاف ده، وكمان المنظم اللي احنا عملناه مع بعض اللي خد كل الاقلام اللي على المكتب تقريبا. وكمان السله دي اللي انا حطيت فيها بقى كل الحاجات اللي تخص الكراريس والفايلات والحاجات اللي زي كده، يعني الحاجات الكبيره اللي بتكون على المكتب عموما. وشغلت لكم بقى فرع الاضاءه، وبجد يا جماعه شكل المكتب بقى تحفه ويحمس جدا جدا على الدراسه. مكتب منظم وكله الوان كده وطاقه ايجابيه وتفاؤل وحيويه، وبجد يا جماعه شكله بقى تحفه تحفه تحفه. كمان بقى عايزه اوريكم الاضاءه دي بيكون شكلها عامل ازاي في الضلمه خالص، بيكون بجد شكل المكتب حلو جدا وباين كده التفاصيل اللي فيه.
كمان كل الحاجات اللي عملناها النهارده كانت من ادوات بسيطه وخامات بسيطه، خلت شكل المكتب بتاعنا احسن بكتير. عملنا افكار للتنظيم وللتزيين وحاجات بجد تشجعنا جدا على الدراسه. كمان ما ننساش لوحه التفاؤل اللي احنا عملناها مع بعض، الويكلي بلانر اللي بنقدر ان احنا نكتب فيه كل اسبوع عادي جدا ونمسح بعد كده اسبوع باسبوع. وكمان جدول المذاكره والتودو ليست، الحاجات اللي احنا عايزين ننتظم فيها بشكل يومي. كتبنا عبارات ايجابيه بنحبها وعملنا حاجات كتير على لوحه التفاؤل. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو. وبس، باي.